السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وان شاء الله النهارده هنتكلم عن الحمام البخارة. ناس كتير جدا بتقول لي يا ابو هاجر انا عاوز اشتري حمام بخارة، انا شايف ان الحمام ده ماسك سعر، والحمام البخارة كويس جدا في التسويق ولا مش كويس؟ الحمام البخارة سهل الفرخ ولا مش سهل؟ النهارده ان شاء الله هنعرفك كل حاجة عن الحمام البخارة. الحمام البخارة يا جماعة هو ليه سعر مرتفع. لو لاحظت كده هتلاقي كل الحمام اللي سعره مرتفع هتلاقيه صعب في فرخه. فعلا صعب في فرخه. الحمام البخارة معروف عنه والمشهور عنه ان هو بيروق البيض. طب هو بيروق البيض ليه؟ ربنا خلقه كده يعني؟ لا، هو عشان يشتغل معاك لازم عدة اسباب او عدة عوامل تهيئها له عشان يقدر ان هو يشتغل. اول شيء ان هو الافضل يشتغل على السايب. تمام. تاني شيء لازم ان انت تقص له الجناح وتقص له الديل وتنضف عند فتحة المجمع. تمام. تالت شيء تقص له الشراب بتاعه. رابع شيء لازم ما تقاوحش، هو مش هينفع يشتغل في عيون سلك. تمام. بيشتغل لو انت عاوز في عيون كبيرة يكون العين مثلا اقل حاجة 70 في 80 في ارتفاع 50، وتكون الارضية ما فيهاش سلك عشان يقدر يطلع يخصب. تمام. وبرضه وارد ما يخصبش معاك. بل هو بس الصح ايه بقى؟ الصح عن تجربة فعلية اني تفرخه على السايب. اتعامل معاه ان هو فراخ، ان انت بتربي دجاج. سيب الذكر مع النتاية على الارض، ماشي، واديلهم عين بس اهم شيء عشان يعرفوا يبيضوا فيها، وان شاء الله ربنا يرضيك فيه. ماسك سعر، ماسك سعر